عايز احكي لكم قصه سوشيال كلاس وحش. ريليتد للموضوع ده. احكي لنا ايه؟ قصة. جده هاد بست فريند كان جاره في العماره، يعني اسمه الحاج ممدوح، والراجل ده انا اعرفه كويس قوي. دايما بروح لجده الشغل في الصيدليه، الراجل ده قاعد معاه. بنصلي الجمعه، الراجل ده بيصلي جنبه، يعني بيصلي جنبه في الجمعه مش عارف ايه. وجده لما كان بيشتغل شيفت بالليل، الراجل ده كان بيخلص شغله ويروح يقعد مع جده في الصيدليه الشيفت بتاعه كله لحد 12 بالليل، ويطلعوا البيت مع بعض. الراجل مخلص شغله بس. المهم الراجل عنده بقى، كان عنده ولدين وبنت بقى، مش فاكر كان عنده قد ايه ولاد. المهم جوزهم وقعد معاهم فتره في التجمع، او اي ثينك اخد بيت في التجمع وقعد. and then عدى يعني عدى عمري، يعني اي ثينك اخر مره كنت شفته قبل ما ينزل التجمع كان عندي 10 سنين. رجع اي ثينك من اسبوعين، خلاص ولاده كلهم اتجوزوا، كل واحد قاعد في حته، هو خلاص قاعد لوحده. وكانت مراته ماتت، فخلاص قاعد لوحده في الريل. ايوه. فرجع قابلته انا وماما في الصيدليه. رجع تاني وجده فين ومش عارف ايه، قال لنا انا عايز شقه في العماره تاني عشان اقعد مع جده. اوف. يعني هو كل اللي هو عايزه، هو خلاص خلص دنيته، عايز ارجع تاني. عايز شقه جنبه ويقعد معاه كل يوم تاني. تحفه.